عقب لقاء جمعه بصدام حسين، يتحرك مبارك بطائرته سريعا من العراق متجها إلى الكويت. كان مبارك يحاول التهدئة ومنع الرئيس العراقي من غزو الكويت. وحينما سأل مبارك صدام ماذا تنتوي، رد صدام: لا شيء، لكن لا تخبر الكويت بأي تفاصيل. كلمت مع الرئيس صدام حسين كتير وقلت له انت عندك نية تعمل حاجة كده بصراحة؟ بتقول له انا مش ناوي تهجم. قال لي لا بس ما تقولش الكويت. New pictures have reached London of the Iraqi attack on Kuwait City on the 2nd of August. They were taken by an Austrian who managed one of the city's biggest hotels. بينما يتوجه مبارك إلى أمير الكويت جابر الصباح استكمالاً لتهدئة الموقف بين الجانبين العراقي والكويتي، يطالع بتصريحات وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، التصريحات والتي أوضحت أن اللقاء بين مبارك وصدام لم تتخطى دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين. ولم يشير طارق عزيز إلى أي مجهودات مصرية في سبيل التهدئة، وهو ما استفز مبارك وأشعره بالقلق حيال الكويت. راح وزير الخارجية العراقي طارق عزيز خبط تصريح كده وانا في السكه، قال لي الرئيس مبارك مش جاي عشان المشكله، ده كان جاي على العلاقات الثنائيه. ازاي بس؟ العلاقات الثنائيه ايه؟ فخلت الناس تستغرب ايه الموضوع. ولم يكن من مبارك سوى أن أخبر صباح بضرورة توخي الحذر تجاه صدام ومخططاته. ولم تمضي سوى ساعات حتى أعلن صدام غزو الكويت تحديداً في 2 أغسطس عام 1990، ليستيقظ الكويتيون فجر نفس اليوم وقد حاصرتهم دبابات صدام، حيث اقتحم أكثر من 20,000 جندي عراقي الحدود الكويتية. ويبدو أن الولايات المتحدة قد أفسحت الطريق أمام صدام تجاه غزو البلد الشقيق، حينما تقابل والسفيرة الأمريكية والتي طمأنته بأنه لا شأن لواشنطن بخصوص اقتحام العراق للكويت من عدمه. ضم العراق الكويت معتبرا إياها المحافظة 19 ونصب حكومة مؤقتة موالية له في الكويت، كما تم إلغاء السفارات الكويتية. وفشلت القوات العراقية في العثور على أمير الكويت حينها جابر صباح، والذي فر إلى خارج البلاد. كما أجبر الكويتيون على مغادرة أراضيهم بالإضافة إلى الأجانب، ليترك مئات الألوف من الكويتيين بيوتهم وسط انتهاكات عراقية بحقهم شملت التهجير، السجن والتعذيب. ولا يزال الآلاف من الكويتيين وحتى يومنا هذا والذين تم أسرهم إبان الغزو العراقي لا يعرف شيء عن مصيرهم، هل أحياء أم أموات، أم ما يزالوا قابعين بالسراديب العراقية تحت البحار والتي أعدها صدام لمعارضيه، وهو ما يشكل زاوية محورية في تراجع العلاقات بين البلدين حتى بعد رحيل صدام والتقارب المحدود. وإن كانت الكويت قد أقدمت على تقديم المساعدات للعراق، كما أسهمت في مؤتمرات إعادة الإعمار، لكن بالمقابل سجلت الكويت كل الدمار وعمليات القتل والتعذيب والسجن، وحددت خسائرها جراء الغزو الكارثي. ومن جانبها قدمت الأمم المتحدة الفاتورة إلى العراق، وخلال أكثر من 30 عاماً دفعت بغداد 51 مليار دولار. ولا يزال العراق الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه اليوم مديناً بنحو 4 مليارات دولار. ويعتبر غزو الكويت هو الشيء الوحيد والذي ندم عليه صدام حسين، وقد اعترف الرئيس العراقي الراحل بأخطائه في جلسة جمعته بقادة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وربما من أشهر المفارقات والتي أذيعت عن هذا الغزو الكارثي لبلد عربي شقيق هو استخفاف صدام حسين الواضح بالكويت، لدرجة إنه قبيل الغزو هاتف الأمير الصباح بلهجة حملت بعض السخرية: قالوا جابر اليوم بأجر الولاد يفطرون عندك، في إشارة إلى انطلاق القوات العراقية لتطويق الكويت.
معظم المعلومات جاءت في تصريحات الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لتلفزيون الخليج، تصريحات جون نيكسون المحقق بالCIA، كتاب استجواب صدام حسين، وصحيفة القبس الكويتية. لو لديكم أي معلومات موثقة عن غزو الكويت بإمكانكم ذكرها بالتعليقات، أما لو لديكم أي قضايا تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها بالتعليقات.